ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز من الألف للياء. هنعملها كده مع بعض ونشوف المقادير عملناها ازاي، وهنفرز منها واوريها لكم بعد ما تتحمر. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعليق وتصلي على النبي، ده اهم حاجة، وتقولي لي ايه رأيك. ولو انتي اول ما تتفرجي عليا، انا نهى، ما تنسيش تشتركي عندنا وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. عملنا من كيلو لحمة مفرومة الكفتة دي كلها اللي انتوا شايفينها. احنا كمان مفرزينها في علبة. بجد انا يعني كفتة الرز دي كنا واحنا صغيرين ولحد دلوقتي لما ماما مثلا تيجي تعملها اسرق كده كام واحدة 3 4 واكلهم، بحس بمتعة. تعالوا بقى نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبتدي مع بعض. معايا هنا في الكبة بصلاية وقرنين فلفل، حامي او بارد مش مشكلة، مش عايزة حامي مش مشكلة، بس بيديها تست حلو وريحة جميلة جدا. ومعايا هنا 3 حزم خضرة زي ما انتم شايفين كده. وفي الكبة برضو معلقة توم، معلقة توم مهروس، معلقة من اللي احنا بناكل بيها. تمام زي ما انتم شايفين كده اهي دي في الكبة. دول اول حاجة هيتضربوا كده مع بعض. وادي الخضرة هنزل حبة حبة. ومعايا هنا 3 كوبايات ونص من الرز المطحون مغسول ومتنشف، وبعد كده لازم تطحنيه. لو انت اللي هتعمليه في البيت لازم يبقى مطحون زي ما انتم شايفين كده. ومعايا هنا كيلو من اللحمة المفرومة. ومعايا البهارات اللي انا هحطها: كزبرة وفلفل اسود و7 بهارات وكمون زي ما انتم شايفين كده. دول معالق صغيرة. الكزبرة كتير لان احنا ما كانش عندنا الخضرة اللي هي كزبرة، فماما كترت من الكزبرة الناشفة علشان تديها طعم وريحة. اول حاجة هنبتديها زي ما قلت لكم في الاول الفيديو ان احنا هنضرب البصل والفلفل مع بعض كده. الاحسن انك تعمليها في كبة، لو ما عندكيش كبة ممكن تعمليها في الخلاط، بس برضو زي ما انتم شايفين ان الرز يكون مطحون. ممكن انت تطحنيه لو عندك مطحنة في البيت، او تخلي الراجل العلاف هو اللي يطحنهولك، بس اهم حاجة ان يكون رز نظيف. تمام تمام. وتكون الكبة هتستحمل ان هي تلف كده وتعملك كفتة. ودوقي بقى، ودوقي على الجمال. على فكرة انتي ممكن ما تحطيش القرنان الفلفل دول وتحطي شطة، بس انا عايزة اقول لكم ان الفلفل بيديها تست حلو جدا. بدأنا ان احنا نضرب اهو البصل مع الفلفل مع معلقة الثوم، يبقى بصلاية، قرنين فلفل حامي او بارد، ومعلقة ثوم مهروس، واضربي في الكبة. دي اول حاجة. تاني حاجة هنبتدي ان احنا نحط الخضرة شوية شوية، يعني ما تحطيش مرة واحدة، نزلي حبة كبشة كده في ايدك وبعد كده نزلي تاني.
عايزه اقول لكم ان ماما بتعملها بجد جميله جدا ومظبوطه، طعمها مش قادره اقول لكم. طبعا الخضره بتبقى شبت، بقدونس، كزبره، 3 حزم. هي هنا نزلت بالكزبره في الاول مع الخضره، علشان في الخضره المشكله دي ما كانش فيه كزبره. تمام. وهترجع تضرب تاني كل شوية، تحط وتضرب تاني لحد ما كل الكمية بتاعتها تخلص. هنا بصوا كنا ضربنا. تمام. هنا بقى حطينا ايه، الرز المطحون على اللحمة، وهننزل بقى بالبهارات. دي 7 بهارات، والملح لازم تملحيها كويس وعلى حسب ما هتحتاج اللحمة. تمام. يبقى كمون، 7 بهارات، الفلفل الاسود والملح، وتقلبي كده كويس، وترجعي بقى تحطي في الكبة، تاخديها لفتين 3 لحد ما تتظبط معاكي وتدي اللون الاخضر الحلو بتاعنا. هنضربها ونظبطها ونرجع لكم. بصوا اللون بتاعها ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. هنحط بقى معلقة سمنة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نحطها في التلاجة ونطلع هنصبحها. هنقلي منها شوية وهنفرز منها شوية. تمام. احنا فرزنا اهو، بقينا نحط اول طبقة ونحط فوقيها كيس، وبعد كده طبقة وفوقيها كيس، طبقة وفوقيها كيس، لحد ما خلصنا. لازم تعملي اي كفتة سواء انتي عملتيها في البيت او عملتيها برا، لازم اول ما تجيبيها تحطيها في التلاجة. دي خطوة مهمة جدا. وبعد كده تعملي تيست منها وتشيلي الباقي لو انتي هتشيلي في الفريزر. بجد جميلة ولذيذة. ويا سلام بقى لو الفلفل كان حامي وايه مولعة، بتبقى جميلة 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 يا جماعة بجد. ومفيش اسهل من كده. انا كنت مستصعباها، بس عايزة اقول لكم ان هي سهلة جدا. الاهم انك تمشي على المقادير بالظبط. تمام. انا الصراحة بحب اكلها محمرة اكتر من وهي في الصلصة. دي بعد ما اتحمرت، بصوا لونها من جوه جميلة جميلة. وكده الفيديو خلص، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو كان ليا عمر ما تنسوش تعملوا لايك وتعلقوا وتشتركوا.